بسم الله الرحمن الرحيم. بتشرف دايما بمتابعتكم، ويمكن ده اول فيديو اعمله من فتره كبيره، بس يمكن ده التوقيت اللي انا اقدر اطلع اتكلم فيه. بعد مباراه النادي الاهلي وبتروجيت، طبعا تحياتي لكل الناس اللي موجوده عندي، بكل اصحابي، بكل اخواتي، بكل متابعيني في مصر وفي الوطن العربي. الحمد لله الواحد دايما اراءه دايما بتوصل للناس، لان انا دايما ما باجي اتكلم ما بعملش حساب لحد، ما بعملش حساب للعيبه، رغم ان كلهم نجوم وكلهم ليهم جماهيريه وليهم متابعين وليهم ناس كتيره جدا بتحبهم. بس انا في الاول والاخر لما باجي اتكلم على اللعيبه، فبتكلم على رؤيه فنيه بالنسبه لي. ممكن حضرتك تزعل مني، ممكن حضرتك تتفق معايا. ده النادي الاهلي. النادي الاهلي وصل للمرحله في الفتره الاخيره كجمهور وكمتابعين، انت ما بقتش قاعد مطمن، انت قاعد مش مطمن ان انت هتكسب. في حاله كده جوه الملعب غريبه جدا، ودي يمكن انا ملاحظها السنه دي، ان كل اللعيبه تحس كده ان هو انا النجم، انا صاحب الفرقه، انا صاحب الكوره. مفيش اللعب الجماعي، مفيش اللعب الروح الجماعيه اللي موجوده. قبل ما اتكلم على اداء النادي الاهلي، وليا ملاحظات كتيره جدا هتكلم عليها، بحيي طبعا فريق بتروجيت النهارده على ادائه وعلى اللعيبه الرجاله اللي كانوا موجودين في الملعب. ويمكن بمناسبه بتروجيت، فاكرين من فتره كده حوالي سنتين كنت انا ماسك نادي المجد، وكلمت على ساعتها قلت ان في 4 لعيبه يلعبوا اهلي وزمالك ويلعبوا دوري ممتاز. النهارده اللاعب حامد حمدان ده كان من اللعيبه اللي كانوا معايا موجودين، ومن ضمن اللعيبه على فكره اللي اتكلمت عليهم ساعه في الفتره اللي انا كنت ماسك في نادي المجد السكندري، ومن اللعيبه الكويسه جدا. حتى يمكن مؤخرا في الفتره الاخيره كان نادي الزمالك متمسك بيه وكان بيتفاوض معاه، واعتقد كان الاهلي برده كان متدخل في موضوع الصفقه. ده من ضمن اللعيبه اللي انا اتكلمت عليهم، عشان كانت في ناس بتتريق عليا وقال لك يلعبوا ازاي. حامد حمدان النهارده هو اللي احرز الهدف في النادي الاهلي، على فكره من اللعيبه كويسه جدا، من اللعيبه المميزه جدا، واتكلمت عليه. الحمد لله الواحد دايما ليا رؤيه فنيه في اللعيبه، الحمد لله بخبره الحياه وبخبره السنين وبخبره الملاعب. وخصوصا كمان انا بحب اللعيب المميز، مش اي لعيب بيعجبني، انتوا عارفين يعني ما شاء الله يعني مش اي لعيب بيعجبني. ده من ضمن اللعيبه. بحيي بتروجيت، بحيي الاداره الفنيه بالمدير الفني بالجهاز الفني على الروح اللعيبه اللي كانت موجوده النهارده، عكس لعيبه النادي الاهلي اللي نازلين مريحين، نازلين في الفتره الاخيره ان هم واخدين كل مباراه انها هتبقى المباراه سهله، انا هكسب، انا النادي الاهلي، انا زيزو، انا تريزيجيه، انا بن شرقي. يا جماعه في حاله جوه الملعب. انا لحد دلوقتي والله بقالي فتره بتفرج على المباريات، نفسي اشوف لعيب من النادي الاهلي لاعب 4 ماتشات كده مكسر فيهم الدنيا. 4 ماتشات، ده 4 ماتشات، ده عدد قليل يعني، انت بتتكلم في شهر. مفيش لعيب دلوقتي في النادي الاهلي لعيب مستواه ثابت، كله صاحب الكوره بيجري بالكوره لوحده، لما يتزنق يفكر يباصي لزميله، الا بقى لو انت خسران او النتيجه متعقربه زي ما بيتقال كده، تبتدي تفكر بقى، تبتدي تفكر ان انت ايه في صالح الفرقه. بس في المجمل جوه الملعب اللعيبه ما بتفكرش غير في نفسها. من اول حارس المرمى النهارده الشناوي يسال عن الهدف، ما ينفعش حارس مرمى يطلع بالشكل ده، مع احترامي لو ناشئ ماشي هنقول ده لسه صغير ما عندوش الخبرات. الشناوي طالع النهارده بيمسك الهوا، مفيش حارس مرمى كبير ومن نجوم النادي الاهلي وحارس مرمى كبير جدا وليه خبرات يطلع بالشكل ده، يطلع بالتخاذل ده، طالع بالراحه قوي، طالع ثقه زياده جدا، طبيعي جون، خلاص دربكت لك الدنيا. تعالى بقى نتكلم على اللعيبه. سروب من المديرين الفنيين كويسين جدا على فكره، بس انا بقول له لو حطيت دماغك مع طاهر محمد طاهر ومشيت ان انت يبقى عندك ركيزه اساسيه طاهر محمد طاهر، انا بقول لك انت خسران وهتمشي. مفيش حد هيعتمد على طاهر محمد طاهر وهينجح. مع احترامي ليك كلاعب، مع احترامي ليك كشخصيه محترمه، ماليش دخل بيتكلم بقى فرنساوي، بيتكلم انجليزي، بيتكلم اسباني، ده على جنب، انا ليا في الملعب. طاهر محمد طاهر يا جماعه عشان ده تقريبا السنه الخامسه بيلعب 3 ماتشات في الموسم، يعني بمعدل تقريبا كل 10 ماتشات ماتش، وممكن بقى 12 ماتش على حسب. المهم ان ال3 ماتشات دول هو ده التعاقد اللي ما بينه وبين النادي الاهلي في الموسم. 3 ماتشات، ماتشات بقى جامده، ماتشات خفيفه، ايا كان بقى، المهم ان هو
في الوسط كده على حسب حاله الفرقه. طاهر محمد طاهر يا جماعه بيفسد الهجمه بتاعتك، بيفسد الهجمات بتاعتك، مش واقف على رجله زي ما بيتقال. الواحد ده ما بيلعبش بقاله فتره كبيره جدا، ما بيلعبش، مستواه مش افضل حاجه، فطبيعي هيظهر بالمستوى ده مش هيبقى مفيد. انا ما بشوفوش ولا بيهاجم ولا بيدافع ولا حتى مفيد للفرقه. يعني ممكن ساعات لعيب امكانياته بتبقى قليله او متوسطه بس مفيد كروح، مفيد كاداء، مفيد كتخطيط مثلا جوه الملعب، تكتيك معين للمدير الفني. اما طاهر محمد طاهر انا ما بشوفوش بيعمل حاجه، بيلعب لعب يعني بحس ان هو بيلعب في ماتش تاني غير الماتش اللي انا بتفرج عليه، ما بيفيدش الفرقه. اختياره طبعا النهارده معرفش مين صاحب الفكره ان هو خليه يلعب النهارده. الفرقه باظت، انت بتلعب ناقص مع حاله اللعيبه اللي موجوده في الملعب. طبيعي انت الاداء بتاعك هيبقى بالشكل ده. انت عندك خط الدفاع هاني محمد هاني، لازم اداره النادي الاهلي لازم تجيب لعيب باك رايت ولازم تجيب باك ليفت، لازم، وتجيب 2 مدافعين. انت محتاج 4 لعيبه باك رايت مع محمد هاني، ان لازم يحس ان هو مش لوحده، لازم يحس ان في بديل ليه. لان طول ما انا شايف ان انا ماليش بديل والله العظيم هقعد العب حلو العب وحش هلعب. عشان كده اداء محمد هاني تحس ان هو شويه حلو، يعني انا مش عارف حتى هو حلو ولا وحش. شكري مع احترام يا جماعه مش يشيلك النادي الاهلي، مش اللي يشيلك الحته ديت النادي الاهلي، ما يشيلكش الباك ليفت. انت كان عندك علي معلول رحمه الله عليه، محمد عبد الوهاب، كان جilberto بيلعبها، سيد معوض، اسماء تقيله لعبت في المكان ده يا جماعه، مش اي حد يلعب في الحتتين دول. عندك قلبين الدفاع ياسر ابراهيم هيفيص والله، هيتعب. ياسين مرعي مش الامكانيات اللي تعتمد عليها في دوري ابطال او في مباريات مهمه او في سوبر مصري او في سوبر افريقيا ايا كان البطولات، مش المدافع اللي يشيلك. ياسر ابراهيم لعيب مقاتل ولعيب كل حاجه، بس برضه ما هو هيفيص مني، هيقع زي كده. رامي ربيعه كان شايلك، مشي خلاص، عندك فجوه. محمد عبد المنعم مشي، بقت فجوه. الحته دي مش سهله. ياسين مرعي مش من اللعيبه اللي تشيلك كدفاعيا، مش هيشيلك. لو لعب عليه واحد مهاري هيقطعه. لاحظ كده، يجي يلعب عليه اي حد مهاري هيكشف، هيبعد، مش هيعرف يتعامل. هو البنيان الجسماني بتاعه ما عندوش المرونه، ما عندوش التكتيك اللي يقدر يقرا الملعب ويقدر يضغط، ما بيضغطش. هو بيلعب من بعيد لبعيد، بيعتمد على الكره العرضيه.